وبيبدأ المسلسل بتاعنا مع بنت جميلة اسمها لولي، بس بتكون زي القطط ب7 ارواح، ودي حقيقة مش بهزر. واكتشفت كده وهي عندها 9 سنين، بس البنت لولي ديت ما كانتش ب7 ارواح بس، كانت ذكية وموهوبة جدا في الرقص والغنى، وكانت بتعرف تتكلم كوري وياباني واسباني وعربي. بص، كل اللي قلبك يحبه هتلاقيه عندها، وده السبب اللي بيخليها مشهورة جدا بين الناس، مدين عليها لقب البنت الموهوبة. بس للأسف أبوها بيكون مستغلها، وكل الفلوس اللي بتجيلها أبوها بياخدها منها. صاحبتنا كانت بتحب ولد اسمه سون، وفي يوم كانت عايزة توصله بأي طريقة، بس ما بيكونش معاها فلوس، فبتروح لواحدة فاتحة مطعم اسمها فوزية، بتديلها ورقة مكتوب فيها سلفي البنت ديت فلوس، وبيكون اللي كاتب الورقة ديت عم فوزية، وبيكون أساسا ميت أصلا من زمان. فبتقولها أنت بتقولي يا بنتي أنا عمي مات من زمان، كاتب لك الورقة ديت إمتى؟ فبتفضل تقولها ذكريات مع عمها وكل حاجة تثبت إنها عارفة عمها كويس قوي، وبتقولها بصي من غير لف ودوران روح عمك اتجسدت فيا، يعني انا من الاخر عمك يا بنتي، هتسلفيني فلوس ولا اروح اشوف حد تاني؟ فبتفرح جدا وبتقول حبيبي يا عمي من عيني، بس انت يا لولي او انت يا عم انا ما عدتش فاهم اقول لك ايه دلوقتي، هو انت عايز الفلوس ليه؟ فبتقول لها انها بتحب شخص وعايزه توصل له باي طريقه علشان وحشها جدا، وبتحكي لها انها عاشت قبل كده 18 حياه، وقابلت الشخص اللي بتحبه في حياتها ال 18 في يوم كانت بترسم في المدرسه، وهو عدى قصادها بالصدفه وعلى رسمتها فزعقت معاه علشان ما اعتذرش وسابها ومشى، ومن وقتها وهي وقعت في حبه. وتاني يوم كانت رايحه بالصدفه هي ومامتها عند مامة سون، فشافته هناك بالصدفه وهي بتتمشى ناحيه البسين، واستغربت جدا ان هو نفس الشخص اللي اعجبت بيه، فطلبت منه ان هم يتكلموا ويخرج من البسين، فمدلها ايده، وطبعا عارفين اللي بيحصل بيسحبها للميه. فضلت تضحك، واخيرا حد وجه لها اهتمام وقام سايبها وماشي، فبتروح وراه بيقولها بعيد عني، مش كل لما اروح مكان تيجي معايا. فبتقوم شايله التوكه من شعرها وماسكاها كده في ايده، وبتقوم التوكه مختفيه، وبتقوله لو ما سمعتش كلامي هخليك تختفي زي التوكه ديت. فهو بيتصدم من اللي شافه وبيخاف منها، فبتحكي له سر وانها عاشت قبل كده كتير جدا، ودي مش اول حياه تعيشها. فامها بتندى عليها علشان يمشوا، بتقول له هنتقابل تاني قريب، وبتسيبه وبتمشي، وبيفضلوا يتقابلوا كتير، وبيكون معاه اخته كمان، وبيكونوا ذكريات كتير مع بعض. وفي يوم كانت ام سون مريضه جدا في المستشفى، وكانت على وشك انها بتموت، فقررت انها توصي لولي تخلي بالها من ابنها طول حياتها. وطبعا هي بتفرح جدا وبتروح لسون وبتقول له انها هتهتم بيه من النهارده وهتفضل جنبه طول حياتها وحيواتها اللي جايه، وبتوعده بكده. فبيسالها وبيقول لها وانت معجبه بيا؟ بتقول له هجاوبك على سؤالك بس مش دلوقتي، في عيد ميلادك، وبيهزر معاها كده، وبيقوم موقعها في البسين وبيفضلوا يعوموا سوا. ونرجع بقى ليها وهي قاعده مع فوزيه، وبتقول لها انها عايزه تقابله باي طريقه علشان تهتم بيه زي ما وصتها والدته، وعلشان كمان هي حبته جدا، بس هي للاسف في الحياه اللي هي فيها حاليا اتولدت ما بين اسره مش كويسه، فبياخدوا منها فلوسها، وانها دلوقتي فقيره واول باول، وكل لما بتحوش بيسرقوا منها الفلوس، علشان كده جاتلك. وفعلا فوزيه بتديها الفلوس وبتروح تدور على سون، بتروح للبيت، واول لما بتوصل هناك بتفتكر نفسها لما كانت غنيه وكانت خارجه مع سون بالعربيه في يوم، وللاسف عملوا حادثه وهي بتموت، وقتها بتوعده انها ترجع له تاني. من جهه تانيه نروح لبطلنا بقى الوسيم سون، وبيكون في نفس اللحظه ديت بيفكر في لولي زي ما هي عماله بتفكر فيه، وبيسترجع ذكرياتهم سوا، وبيكون متضايق لانها اختفت من حياته وماتت. في نفس الوقت بتكون لولي شافته وبتكون مبسوطه جدا، بتفضل تعيط وبتقول اخيرا شفته وكمان لسه عايش، وبتفضل تراقبه من بعيد، وبتعرف ان بعد مامته ما ماتت ابوه اتجوز واحده تانية وعايشه معاهم في البيت، وسون ما بيكونش طايقها، وكل يوم بتفضل تروح وراه المدرسه وتراقبه، وبيكون هو واخد باله منها، فبتقوله انها معجبه بيه ونفسها تتجوزه، بس ما بيعرفش انها لولي، بس هو بيتجاهلها لحد لما بيكبروا سوا. وبيعدي 8 سنين من الموقف ده، وبتكون خلصت جامعه وقررت انها تروح تشتغل في نفس الشركه بتاعت سون علشان تبقى قريبه منه، وبتروح فعلا وبتعمل الانترفيو، بيقبلوها في الشركه علشان بيعرفوا انها ذكيه جدا وعندها مواهب كتير، بس هي بتكون نفسها تقابل سون باي طريقه. بتروح للفندق اللي قاعد فيه وبتشوفه هناك، بتفرح جدا واخيرا قابلته بعد كل السنين ديت، وبتسترجع ذكرياتهم سوا، وفي نفس الوقت بيكون بيفكر فيها. وبيرجع سون للشركه وبيقابل والده، بنعرف ان سمعه بقى ضعيف جدا من وقت ما عمل الحادثه، وبيحط سماعه في ودانه، وبيقول لوالده ان هو قرر يجدد الفندق بتاع مامته من تاني، لكن والده بيرفض وبيفضل يزعق معاه، لكن سون بيقرر ان هو يفتحه وبيصمم. وتاني يوم بيروح سون وبيظبط حاجه الفندق اللي هيجدده، وبيشوف الموظفين اللي هيشتغلوا معاه، فبيشوف السي في بتاع لولي كده بالصدفه، وبيعرف انها بتتكلم عربي وكوري ولغات كتير، وانها بنت موهوبه، فبيقرر ان هو يعمل معاها انترفيو شخصيا علشان تشتغل تبعه. بيقابلها فعلا وبيفضل يسالها اسئله كتير، وبيقول لها انت بتتكلمي عربي ازاي؟ فبتقول له انا عشت سنين كتير فعندي خبره في كل حاجه. وبتقول له انت بتسال اسئله كتير كده ليه؟ انت عايز ترتبط بيا ولا ايه؟ جيب من الاخر. فبتصدم من ردها وبيقول لها انت فاهمه الموضوع غلط. فبتقول له طب انا بقول لك ايه رايك ترتبط بيا؟ بيقول لها معلش مش برتبط بشخص اول مره اشوفه. فبتقول له ما تقلقش انت عارفني
عارفني كويس. بيستغرب من كلامها لانه اول مره يقابلها من الاساس، فبيسالها احنا اتقابلنا فين، فبتقول له مش هقولك، هسيبك تفكر مع نفسك. وبتسيبه وبتمشي وبتروح لفوزيه وبتحكي لها اللي حصل. ففوزيه بتقول لها دي حياتك ال 19 لازم تكوني عاقله فيها كده وفكري قبل ما تعملي حاجه. فلولي بتقول لها انها ما يهمنيش في الحياه ديت غير سون، وبتفضل تهزر معاها وتمسكها كده من خدودها. ففوزيه بتقول لها بس يا عمي او يا لولي ما عدتش عارفه انا بكلم مين فيكو. وتاني يوم بتكون لولي بتراقب سون، بتشوف ان هو جات له نوبه عصبيه كده بسبب الحادثه اللي حصلت زمان، فبتجري عليه وبتمسكه من ايده. فهو ما بيكونش فاهم هي بتجري ليه، فبتقول له هحكي لك بعدين انت بس اجري معايا. وبتاخده المكان هادي كده وبيقعدوا سوا وبيقول لها مين بيجري ورانا، فبتقول له محدش بس حبيت نعمل شويه رياضه. وهو بيكون مستغربه جدا وبتقول له انها عاشت قبل كده حيوات كتير. فبيقول لها انت شكلك اتجننت رسمي. فبتقول له سيبك من كل اللي قلته ده، انا بطلب ايدك للجواز، ايه رايك؟ فبيستغرب من اللي بتقوله. بيقول لها ايه ده يا ست انت تاني مره تشوفيني دلوقتي؟ بيقول لها طب اديني فرصه افكر. وبتوافق وبتسيبه وبتمشي وبتروح البيت وبتفضل طول الليل تفكر في ذكرياتهم سوا وهو بيطلب منها الجواز. وتاني يوم بتروح الفندق اللي هتشتغل فيه مع سون، بتفضل تهتم بيه وتضرب اي حد بيضايقه علشان الفندق اللي هيجدده. بيدخل المكتب وبتقول له ما تقلقش انا هحميك ومحدش هيقدر يقرب منك. وفجاه بتدخل المكتب شين وبتكون اخت لولي بس في الحياه 18. فلولي اول لما بتشوفها بتقول انا حاسه ان انا شفت الشكل ده قبل كده وبتشبه عليها. في نفس الوقت سون بيعرفها ان عنده شغل كتير ومش فاضي وبتسيبه وبتمشي. وبتقوم لولي جايبه له صوره للفندق من ايام زمان لما كانت مامته هي اللي شغاله هنا وبتديره. فبيستغرب منها وانها ازاي جايبه الصوره ديت. بتقول له انها عارفه عنه كل حاجه وهتكون جنبه دايما. وتاني يوم بيروح الشغل وبيعملوا اجتماع وسون بيحدد كل موظف شغلته ايه. هو قال لكل اللي هناك مهمتهم ايه ما عدا لولي. بتقول له طب وانا ايه نسيتني مش شايفني خالص؟ فبيقول لها انت ادعميهم كلهم وخلاص. وهي من جواها للدرجه دي مستقل بيا؟ طب تمام ماشي او شكرا. بتخرج من الاجتماع وبتكون مبسوطه لان هو بيعاملها ببرود، وهي نقطه ضعفها اللي بيعملها كده الصراحه، بتحب الشتيم. وبتشوف بالصدفه يعني شين وبتتكلم معاها وبتعرف انها نفسها تشتغل في الشركه. فبتطلب منها انها تودي تصميم ورد لصندوق التصاميم لان لو سون عرف ان هي اللي عاملاه مش هيقبله. فبتوافق لولي وبتوديه لها عادي. وبتروح بعد كده وبتتكلم مع السكرتير بتاع سون. فسون بيشوفهم بالصدفه وبيغير عليها وبيروح للموظف وبيساله كان بيقول لها ايه. فبيقول الموظف ان هو حاسس انها غريبه جدا وحاسس انها بتخطط لحاجه. وبعدها سون بيروح البيت وبيفضل يفكر فيها وبكل حاجه بتعملها له وبيستغرب منها جدا ومن طريقتها والعشم اللي فيها. فبيفتكر زمان لما كانت في بنت بتراقبه لما بيروح المدرسه وكانت بتقول له انها معجبه بيه. فبيرن عليها وبيقول لها ان هو افتكرها وعرف هي مين وبيطلب منها ان هم يتقابلوا حالا. فهي ما بتصدق وبتروح له جري واخيرا شكله هيعملها ولا ايه. وهم بيتمشوا كده بيديلها منديل كان بتاعها وهي صغيره. فبتفرح جدا وبتقول له طول السنين ديت وهو معاك. بتقول له بما انك افتكرت كل حاجه اتجوزني بقى، الدنيا بسيطه جدا، انت حبي الاولاني ومش هتجوز حد غيرك. فبيفضل يضحك عليها وبيقولها لسه مجنونه زي ما انتي ما اتغيرتيش وبيسيبها وبيمشي. من جهه تانية بيكون ابو سون بيتكلم مع السكرتير وبيقول له ان هو عايز ينقل سون يشتغل كام شهر بره كوريا بحيث ان هو ينسى حوار الفندق ده. بس السكرتير علشان هو صاحب سون فبيرفض، ولكن ابو سون بيعرفه ان هو اللي هيترفض كده. فبيقول له هيحاول يعمل كده حاضر انا اسف. وتاني يوم سون بيرن على لولي وبيكون متوتر جدا وبيقول يا رب ما ترد. وفي نفس الوقت بتكون لولي مبسوطه ان هو بيرن عليها فبترد عليه. بيطلب منها ان هم يروحوا مشوار سوا وهي طبعا ما بتصدق وبتوافق على طول. وبيروحوا يزوروا ام سون في المقابر وبيكون سون متضايق جدا على فراق والدته. لولي بتتاثر جدا بزعله رغم انها عاشت قبل كده كتير بس ما كانتش بتتاثر، وده لان طبعها مش بتتاثر بسهوله بالزعل. وبعدين بتاخده وبيروح مكان فيه ورد كده وبتحاول تطلعه من المود الكئيب ده وبتقوله انها بنت مفيش منها اتنين وهتقع في حبي ومش هتلاقي بنت جميله زي تاني. بيقول لها لا مفيش الكلام ده، انت واخده مقلب في نفسك، انت مش نوع المفضل اللي بحبه. فبتقوله مش مهم انت نوع المفضل على فكره، ايه الحكايه خلصانه، انت هتستناني انا ما عنديش كرامه يا غالي. وبيركبوا العربيه وبيكونوا مروحين لكن سون بيشوف عربيه شبه اللي عمل معاها حادثه وبتجيله الحاله العصبيه وما بيكونش عارف ياخد نفسه وبيفتكر وقت الحادثه. لكن لولي بتساعده وبتخرجه من الحاله اللي هو فيها. وبعد كده بتروح وبتقعد مع فوزيه كده وبتحكي لها اللي حصل. فوزيه بتفكرها ان عيد ميلاد سون النهارده، فبتروح لسون جري عند بيته وبترن الجرس وبيطلع لها بتعتذر له انها كانت ناسيه عيد ميلاده الصبح وبتقول له انها عايزه تعترف له بحبها ليه. وبتفتكر لما كانوا صغيرين وانها وعدته انها تعترف له بحبها يوم عيد ميلاده وبتفضل تقولها له انها بتحبه وبتكون مبسوطه. وبتيجي هنا المفاجاه يا عزيزي المشاهد، بتظهر هنا شين من بيت سون وهي عماله بتنشف شعرها. بتتصدم لولي وبتحس انها خلاص كده فقدت الامل، كان بيخونها الخاين. وسون بيقول لها ان انا اسف معلش عندي ضيفه وبيسيبها وبيدخل جوه. فبتتصدم اكتر وبتقف قدام البيت وبيروح سون وبيزعق لشين وبيقول لها ايه اللي جايبك بيتي. بتقول له بغسل المواعين وجايبه لك تورته يعني عملتها بايدي. فبيقول لها ما تغسليش حاجه وهعدي لحد 3 الاقيكي سبت البيت ومشيتي. وهي خارجه كده بتلاقي لولي قدامها اللي اختها بس ما تعرفش
تعرفش انها اختها اصلا. فلولي بتسالها انت معجبه بيه؟ فبتقولها لو قلتلك هتبعدي عنه. ما بتردش عليها. فبتديها التورته اللي عاملاها لسون كده وبتقولها خديها علشان شكلها حلو انا تعبت فيها. فلولي بتاخدها وبتروح البيت وبتكون زعلانه جدا وبتحكي لفوزيه اللي حصل. ففوزيه بتقولها روحي قولي لها انك اختها، لكن لولي بترفض تعرفها. وتاني يوم بتروح لولي الشغل وبتقابل سون وبيعتذر منها عن اللي حصل. فبتقول له مش زعلانه منك كده كده. وبيروح سون وبيقابل عمه علشان التمويل اللي عايز يعمله له للفندق. في نفس الوقت بيكون سكرتير سون رايح له وبيقابل واحد صاحبه بالصدفه وبيكون معاه بنات كده وبيعمل شويتين علشان يبان قدام صحابه البنات ان هو جنتل ويكسر له تليفونه. بيجي سون بالصدفه وبيشوف اللي بيحصل وبيقوم مديله علقه معتبره علشان ما يستقواش على حد قدام تاني. وبيروح سون للسكرتير بتاعه وبياخده وبيعزمه كده على الاكل علشان يصالحه. وتاني يوم سون بيروح الشغل فبيلاقي كل الورد اللي في الشركه متغير. فبيسال لولي مين اللي غير الورد ده كله وكمان الورد اللي بحبه. فبتقول له انها ما تعرفهاش، هي جت وقالت لها كده. وفجاه بتدخل شين وبتقول له انها هي اللي غيرتها لانها هي اللي بقت شغاله منسقه الورد بتاعت الشركه. فبيتصدم من اللي بيسمعه. بيقول لها وانا مش هخلص منك بقى ولا ايه؟ اللي شغالك هنا مين؟ فبيسيبها وبيروح للسكرتير بتاعه بيزعله وبيقول له جايبها تشتغل هنا ليه؟ فهي بتتضايق جدا من كلامه وبتعيط وبتمشي. فلولي بتروح وراها وبتعتذر لها وبتطلب منها ان هم يتعشوا سوا علشان تخرجها من المود الزعلان يعني اللي هي فيه ده. وبتوافق وبيروحوا يتعشوا وبتكون لولي مبسوطه واخيرا قاعده مع اختها الصغيره وبتفتكر ذكرياتهم سوا. اختها بتقول لها انها قررت خلاص تسيبها من سون ده وتحب السكرتير لانه جذاب خالص ونوعها المفضل وهو اللي هينفع معايا الصراحه وهسيب لك انت سون. بتحكي لها بقى عن اختها اللي توفت من زمان وانها اكتر حد بتحبه وبيفضلوا يتكلموا وبيقضوا وقت جميل سوا. بعدها بتروح لولي توصل شين البيت كده لانها بتكون متقله في عصير الليمون. فبتشوفهم والدتها بالصدفه فبتعرف انها لولي وبتفضل تعيط. بتقول لها انها وحشتها جدا ونفسها تشوفها من زمان وعارفه انها ما ماتتش وبتنهار من العياط. فلولي بتحضنها وبتعترف لها ان هي فعلا بنتها. وبيعدي سون بالصدفه وبيلاقي لولي بتعيط وحاضنه نفسها قدام بيت صاحبته. فبيستغرب وبيروح لها وبتكون كل ده عزيزي المشاهد بتتخيل. وبيلاقي امها بتفتح الباب وبتشوف مين واقف قدامه. فبياخدها سون وبيمسك ايديها وبيجروا. فلما بيوقفوا لولي كده بتقول له ايدك ناعمه يا اسطى. فبيتكسف منها وبيسيبها وبيقول لها كنت بتعيطي هناك ليه؟ بتقول له انها افتكرت والدتها. فبيقول لها هي امك فين؟ فبتقول له سابتني من وانا صغيره وهربت. فبتصعب عليه خالص وبياخدها وبيعزمها كده على نودلز وهم بياكلوا. بتقول له واخده بالي انك بقالك كام يوم كده مبسوط وبتضحك وكده علشان انا رجعت لحياتك واعترفت لك بحبي من اول وجديد. فهو بيستغرب من كلامها. بتقول له بقى سيبك من كل ده انا معجبه بيك وطول المسلسل هعترف لك بحبي ومش هزهق لحد لما تعترف انت كمان بحبك. وبتحط دماغها كده عند قلبه فبتلاقيه بيدق بسرعه. بتقوله انت كده بقيت معجب بيا خلاص. وبيحط ايده على شعرها كده وبيبص لها بصه اعجاب. وبعد كده بيتكسف فبيقول لها انا مش معجب بحد. بيكون متوتر وبيقول لها يلا نمشي. وبيروح يركب تاكسي وطول الطريق بيفكر فيها. بيلاقي قدامه بيقول لنفسه هو انا اتجننت ولا ايه؟ وبيروح لبيت صاحبه وبيقعد معاهم وبيقول لهم انا هبات معاكم النهارده. فاصحابه بيستغربوا كده وهم نايمين سوا. بيفضل بقى البطل يتكلم عن لولي كده وقد ايه هي جميله ومحبوبه. وبيفضلوا اصحابه مستغربينه وبيفضل يفكر فيها لحد لما بينام. وتاني يوم الصبح بيروح سون ولولي كده حديقه الازهار بتاعه الشركه واللي بتكون شغاله فيها شين. فبتنبسط جدا ان هم راحوا لها وبتقول لهم انها تعمل لهم شاي. بتروح تعمل لهم كده ولولي بتروح وراها. فبتسال لولي انت كنت معايا امبارح لطيفه جدا وحنينه وطيبه قوي، هو انت تعرفيني علشان تعمليني كده؟ بتكون البطله رايحه تعرفها انها اختها في الحياه السابقه بس بتسكت. وبتكون رايحه تقوم فبتوقع الشاي غصب عنها. وسون اول لما بيسمع صوت عالي بيروح لهم جري وبيفضل يهتم بلولي. وبيقول لشين انها خلاص من النهارده شغاله رسمي في الشركه وهي بتفرح جدا. وبعدها بيروح سون يتمشى في الحديقه وبتروح وراه لولي. بتقول له انها تطلب منه ان هم يرتبطوا 3 مرات ولو رفضهم هتبعد عنه للابد. فبيقول لها كده كده مش هوافق ما تخافيش. فبتقول له هنشوف. في نفس الوقت بتكون شين قاعده مع السكرتير كده خلاص ما ده بقى الكراش بتاعها. وبتساله اذا مرتبط بحد ولا لا علشان هي معجبه بيه. وبتطلب منه ان هم يخرجوا سوا في موعد. لكن الصدمه ان هو بيرفض وبيقول لها انت مش البنت اللي في دماغي. وبيسيبها وبيمشي. حتى انت بتكسر قلبها زعلتني يا جدع. بعدها بيروح سون للشركه وبيطلب من السكرتير ان هو يجيب له ورق الفندق. وبيساله كده عن لولي هي فين. فبيعرفوا انها مشت. وبعد ما سون بيخلص شغله بيروح وهو في الطريق بيفضل يفكر فيها. وبالصدفه بيلاقيها قدامه بتتخانق مع شخص كده في نص الشارع وعماله تضربه. فبيقوم شدتها كده من شعرها ورايح يضربها لكن سون بيتدخل. بيقول له ولد عيب انت بتضرب واحده ولا ايه؟ بس الواد بيروح ضارب سون بالبوكس في بقه وبينزل دم. فلولي بتتعصب وبتقوم ضربها جامد وبيطلع يجري. بتروح بعدها لسون وبتعتذر له. فبيسالها هو مين ده؟
ده؟ بتقوله ده اخويا في حياتي الحاليه. فبياخدها سون كده وبيعزمها على العشاء وبيشربوا عصير ليمون كتير كده، وبتقوله عصير الليمون ده اصله عربي على فكره. فبيفضل يكتر وبيروح يتمشى شويه وبيقعدوا في الطريق وبيكون متقل قوي، فبيفتكر ذكرياته كده زمان معاها وبيمسكها من خدودها وبيقرب منها وبينام على كتفها وبيحكي لها ان هو عمل حادثه زمان وفقد بنت كان بيحبها في الحادثه وهي كانت بتحاول تحميه وبيسكت. فبتقوم حضنها كده فبينام، فبتقوم شايلاه ومركباه عربيه خشب كده وهي اللي بتجرها وبيقع من عليها. فبتكلم صديقتها شين بقى علشان تساعدها وبتاخده بعربيتها وبيوصلوه للبيت. واول لما بيوصل بتكلم شين السكرتير وبتعرفه وبتطلب منه برضه الباسورد بتاع البيت علشان يدخلوه. وبتقوم لولي كده وبتنيمه على السرير، ووقتها بيفتكر وقت الحادثه لما كان بيعيط على لولي وبيقول لها ما تسيبنيش وتمشي، وبيمسك ايديها وهو نايم وبيقول لها تفضل جنبه وهو عمال يعيط. فبتقرر انها تفضل جنبه شويه وبتقول شين تمشي هي. وبتلاقي في الدرج بتاعه كده كل ذكرياتهم سوا، بتفضل تعيط لانها كل السنين اللي فاتت وهو محتفظ بيها. وبعد كل ده بتروح البيت وبتنام وبتحلم بكوابيس غريبه، وبتقوم صاحيه منه كده مفزوعه. بتروح على طول لمين؟ لفوزيه بتحكي لها اللي حصل. من جهه تانية بيكون سون هو كمان بيحلم بلولي وقت الحادثه، بيصحى مرعوب كده وبيفضل يصوت من الوجع اللي في ودانه وبتفضل تجيب دم وبيفضل يكسر في كل البيت. ووقتها بيكون السكرتير بتاعه رايح له بالصدفه بيشوف حالته فبيساله ماله، فبيقوله ان هو هياخد اجازه النهارده لانه تعبان خالص. بعدها بطلتنا بتروح علشان تطمن عليه في البيت لكن هو ما بيفتح لهاش، فبتقرر انها تمشي. من جهه تانية بتكون شين برضه رايحه له البيت تطمن عليه، بس هي ما بتخبطش لانها عارفه باسورد البيت، فبتدخل تدور عليه وبتلاقيه نايم في البسين كده. بتفضل تصوت وبتنزل له بسرعه علشان تطمن عليه، وبتكون مفكراه مات غرقان بس هو الحمد لله يعني بيطلع كويس. وبيتخض من صوتها كده وبيقول لها شكلك اتجننتي. وبيخرج من البسين وبيكلم السكرتير بتاعه وبيقول له ان هو معجب بلولي لانها بتفكره بحبه الاول ايام الطفوله وبتشدني لها جدا نفس احساس الحب بالظبط اللي كنت بحسه معاها. وبيطلب منه ان هم يتمشوا على البحر سوا ويلم كل الابطال بتوعنا كده ويروحوا يتمشوا. فالسكرتير بيستغرب بس بيقول عادي وماله. وفعلا بيروحوا سوا يتمشوا، والسون بياخد لولي كده وبيفضلوا يتكلموا سوا وهي بتفضل تتكلم معاه علشان تخرجه من المود الكئيب اللي هو فيه. بيرقصوا سوا على البحر وفجأة الدنيا بتمطر، فبياخدها سون وبيروحوا البيت عنده. وبتروح لولي تنشف نفسها كده وبتنام، وشين برضو بتنام جنبها وبتقول انها بتحبها علشان بتفكرها باختها. وبالليل لما كله بينام بتصحى لولي وبتفضل تتمشى كده في البيت وبتفتكر كل ذكرياتها وبتفضل تكلم نفسها وبتضحك وبتدور على كل الالعاب اللي كانوا بيلعبوها وده لما كانوا صغيرين. وفجأة شين بتصحى وبتشوفها بتسألها هي ازاي تعرف اختها. بتفضل تزعق معاها لانها بتشك انها تعرفها لانها عارفه كل ذكرياتهم سوا، وبتفضل تبرر لها لولي وتقول لها انها صدفه. في نفس الوقت سون بيصحى وبيسمعهم بيقول لهم ان هو هيخرج يتمشى شويه في المطر، فبتروح وراه لولي فبيتخيلها حبيبته الاولانيه فبيقول لها انت غريبه جدا وانا مش موافق ان ارتبط بيكي وبيسيبها وبيمشي. من جهه تانية بتكون صاحبتنا فوزيه مغمى عليها كده وفي شاب راح لها المطعم وشافها نقلها بسرعه للمستشفى، ولما بتفوق بتعرفوا ان هو ما يقولش لحد وما يجيبش سيره انها راحت المستشفى. فبيطلب منها انها تشغله عنده في المطعم علشان خاطر يسكت وبتوافق. وتاني يوم الصبح لولي بتروح لفوزيه المطعم وبتتفاجئ انها شغاله واحد عندها ما تعرفوش. من جهه تانية بيقرر سون يروح لواحده شركه في الفندق وبيعرفها انها بقالها 3 سنين بتنصب على والده، ولو هي ما تعاونتش معاه ورجعت الفندق زي ما كان في الاول هيفضحها وهيطردها من الشركه، وبيهددها وبيسيبها وبيمشي. وهو خارج بيقابل لولي فبيكون لسه هيتكلم معاها، فالسيده اللي هددها بتخرج له بتقول له انها مش بتتهدد ومش هتتعاون معاه، وبتقوم ضربه لولي على دماغها. فلولي بتقول لها وانا مالي يا ليمبي انا ايه اللي دخلني بينكو. فبيقوم سون مزعق لها وبيقول لها ما تمديش ايدك عليها تاني وبيعتذر لبطلتنا. فلولي بتقول له ولا يهمك انا كده كده ما عنديش دم وما بحسش يعني انه كرامه. فبيسيبها وبيمشي. في نفس الوقت بيكون اخو لولي اللي اتخانق معاه قبل كده يعني في ناس ليهم عنده فلوس مسكوه وطحنوه وضربوه وقالوا له لو ما جبتش الفلوس اللي عليك هنجيبك ونقطع خبرك. فبيعرفوا ان هو عنده اخت غنيه خالص وشغاله في شركه مشهوره، وبيقول لهم روحوا بصوا اختفوها اعملوا فيها اللي انتوا عايزينه وهديكم كمان انا فلوس لو عايزين. وفعلا شويه البلطجيه دول بيروحوا يخطفوا سون وبيكلموا لولي وبيعرفوها ان سون مخطوف وانها لازم تجيب فلوس وتروح لهم وبيدوهم العنوان. لكن سون صاحبنا بيقدر يضربهم وبيعمل معاهم الواجب وزياده، واخوه بيروح له في الوقت المناسب وبيسمعوا فجاه كده صوت الشرطه فالعصابه بتطلع تجري. لكن المفاجاه هنا عزيزي المشاهد بتيجي هنا لولي العبقريه اللي بيكون معاها سماعه فيها صوت التلاكس بتاع عربيه الشرطه وبتشغل دماغها عليهم وبتروح وبتطمن على البطل وبتقول له انت كويس. فبيقول لها انت شكلك مجنونه بجد وبتعتذر له علشان هي السبب اصلا في المشكله اللي هو فيها. وهنا اخو سون بيتعرف على لولي كده وبيهزر معاه وبيطلب منها انها لازم تتعشى معاهم النهارده، وهي ما بتصدق بتروح معاهم وبيقضوا وقت جميل سوا. وسون بعدها بيطلع بره المطعم ولولي بتروح وراه، فبيقول لها انها تخلي بالها على نفسها وما تتهورش علشان هيتضايق جدا لو جرالها حاجه بسببه. فبتقول له انت كمان خلي بالك على نفسك اكتر. فبتساله ايه اكتر حاجه
حاجه بيحبها، فحبيبته اللي فاتت، فبيقول لها عيونها، فبتقرب منه قوي كده وبتقول له ايه رايك في عيوني، فبيبعد عنها وبيدخل المطعم. عيل بيتكسف مش عارف، ما تنشف قلبك يالا. بعدها بتجيلها مكالمه من شين وبتطلب منها انها تقابلها حالا، فلولي بتروح لها بسرعه وبتلاقيها متقله في عصير الليمون كده، بتقول لها مالك فيكي ايه؟ بتفضل تزعق معاها وبتقول لها انت بتعملي كل حاجه اختي كانت بتعملها، كل ده علشان توصلي لسون، كل ده علشان تخليه يحبك، انت ليه بتعملي كده؟ وبتزعلها جامد وبتقول لها تبعد عن حياتها وبتسيبها وبتمشي. فلولي بتروح وراها وبتديها شنطتها وبتقول لها انها نسيتها. فشين بتفضل تزعق معاها وبتقول لها انها كل تصرفاتها بتفكرها باختها، واخر مره لما كانت متقله في عصير الليمون وصلتها البيت مع انها ما كانتش مديها العنوان، وكمان كانت عارفه كل اماكن الالعاب في بيت سون رغم انها المفروض دي كانت اول مره تزوره، وكل حاجه بتقول ان انت اختي، وبتفضل تعيط وبتترجى انها لو هي فعلا اختها تقول. فلولي بتقول لها اهدي بس انا اختك على فكره. فشين بتتصدم وبتقول لها انا كنت عارفه، ولا انت بتقولي كده علشان تصبريني؟ فبتقول لها لا انا فعلا اختك في حياتك اللي فاتت، وفاكره كل حاجه وذكرياتنا سوا، وبتحكي لها بقى كل ذكرياتهم واسرارهم سوا، وبتفضل تعيط وبتاكد لها انها ما تقولش لحد انها اختها وانه ده يفضل سر ما بينهم، وبتوافق وبتسيبها وبتمشي. وبتروح لولي كده وبتقعد مع فوزيه وبتحكي لها اللي حصل، وبيكون الشخص اللي شغال جديد عند فوزيه كده واقف بيسمع كلامهم، ولولي مستغربه منه ومن تصرفاته. وتاني يوم الصبح بتروح شين لسون وبتساله عن لولي، فبيقول لها انها في اجازه. ومن جهه تانيه بتكون لولي راحت للعصابه واديتهم علقه معتبره، هي تبان كيوت بس هي تعورك. وبعدها بتروح لقائد العصابه وبتديله كده فظف وبتقول ان دي تمن الديون اللي اخويا اخدها منكم، بس هو بيفضل يتنمر عليها وبتخليه يوقع كده على انه استلم الفلوس وبتسيبهم وبتمشي. وبعد كده اخويا بيروح يسمعهم بيقولوا ايه، فبيسمعهم بالصدفه بيتكلموا ان هم كانوا قبل كده عايزين يقتلوا سون، ولكن للاسف حبيبته هي اللي ماتت بالغلط، والناس كلها كانت فاكره ان ديت حادثه بس من الاساس احنا اللي مدبرينها. بنروح بينا لولي واللي بتكون وصلت البيت ولسه بتكون هتجهز الاكل، فسون بيروح لها البيت وهي بتتفاجئ جدا، فبتعرفه على فوزيه، وفوزيه بتتوتر كده وبتقوله لولي تبقى عمي، قصدي تبقى بمثابه عمي. وبتفضل بقى تمدح في لولي وهو من جواه ايه العبط ده، هو ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ بقول لكم ايه، اقعدوا انتوا مع بعض وانا هجهز لكم الاكل واجي. فسون بيقول لها انا جيت علشان كنت مستغرب انت خدت اجازه ليه، وهي طبعا بتكون مبسوطه ان هو مهتم بيها. من جهه تانيه بتكون ام لولي بتكلم شين في التليفون وبتحكي لها عن لولي وانها شخص غريب وانها عاشت حيوات قبل كده، وانها وعدتها انها ترجع تاني بس هي ما رجعتش، وبتكون بتفكر فيها ونفسها ترجع. وشين صاحبتنا طيبه وبتصدق كل الكلام اللي لولي قالته لها وانها اختها بجد، فبتقفل مع امها وبتروح تقابل لولي وبتحضنها جامد وبتعيط وبتقول لها انها وحشتها جدا وبتفتقدها على طول، وبتقول لها انها عايزه تعرف مامتها الحقيقيه، لكن لولي بترفض وبتقول لها ان لو حد عرف ان في طفل ماتت واتولدت من اول وجديد هيأثر عليها وعلى مستقبلها، فبلاش تعرفها. بيروح بعدها يتمشى شويه، في نفس الوقت بيكون اخو لولي بيفكر ان هو يبلغ الشرطه عن رئيس العصابه علشان كان سبب في موت حبيبه سون، وان هو كان عايز يقتله، وبيقول بقى انا لو عرفت الشرطه هيدوني مكافاه وهيكون معايا فلوس. وتاني يوم الصبح بتروح فوزيه تتمشى مع الشاب اللي شغال معاه في المطعم، فلولي مستغربه منه علشان مهتم بيها جدا، فبتروح وبتدور في حاجاته علشان تعرف هو مين وعايز ايه، وبتلاقي معاه جرس كده وبتعرف ان هو كان شخص قاتل زمان في حياه من الحيوات اللي عاشت فيها قبل كده، فبتتوتر وبتسيب الاوضه وبتمشي، وشكله هو كمان بيتجسد. وبالليل بيروح اخو لولي وبيقابل سون وبيعرفوا ان الحادثه اللي حصلت زمان في حد مدبرها له، وانها ما كانتش صدفه، وان اللي كان مقصود من الحادثه وان هو يموت كان سون. فبيتصدم من اللي سمعه وبيروح البيت وبيفضل يفكر في كل الكلام اللي اخو لولي قاله. وتاني يوم بتروح لولي الشغل بتقابل صاحبتها شين بقى او اختها، واول لما بتشوفها بتنادي عليها باختي، فبتاخدها على السلم وبتقول لها الله يخرب بيتك هتفضحيني، مش قلت لك يا بنتي ما تجيبيش سيره؟ بيسمعهم مين هنا بقى؟ السكرتير. وشين اول لما بتشوف ان هو سمعهم بتترجى ان هو ما يقولش لحد، فبيقول لها هو انا مجنون زيكم ولا ايه؟ هو ايه اللي اختك زمان وكلام بطيخ مش عارف انتوا بتقولوا ايه، انا مش فاضي انا عندي اجتماع. وبيسيبهم وبيمشي. وبعد شويه لولي بتشوف سون كده راكب تاكسي ورايح مشوار، فبتروح وراه بتلاقيه رايح للعصابه، فبتستغرب رايح لهم ليه، فبتسمع بالصدفه واحد بيتكلم عن الحادثه اللي كانت زمان، وبتعرف انها اتقتلت ما ماتتش في حادثه عادي. فبتروح لولي لسون البيت لكن مش بتلاقيه، فبتكلم السكرتير وبتساله عن مكانه، لكن هو بيقول لها ان هو ما يعرفش هو فين، وبتكون قلقان عليه خالص. وبيروح السكرتير البيت وبيلاقي سون مستنيه هناك، فبياخدوا بينزلوا يتكلموا في الشارع وبيقولوا انت عارف ان والدك كان سايق العربيه اللي عملت بيها حادثه زمان؟ قال له انا عارف بس لو قلت لك هيفيد بايه؟ فبيقول له انا معتبرك صديقي واخويا، ازاي تخبي عني حاجه شبه ديت؟ فقام قايل له انا مش صديقك انا سكرتيرك. وبيقوموا ضاربين بعض، والبطل بيكون متضايق يعني ان السكرتير بتاعه والده هو اللي كان مسؤول عن الحادثه او هو ده اللي مفكره. وبعدين السكرتير بيعتذر له وبيقول ان والده مات وهو سواق العربيه بتاعته وان هو ما كانش بايده يعمل له حاجه. فسون هو كمان بيعتذر له وبيقول له انت مالكش ذنب بحاجه، وبيسيبه وبيروح البيت. واول لما بيوصل بيلاقي لولي
قاعده قدام البيت كده مستنياه، فبيسالها هي بتعمل ايه، فبتقول ان هو وحشها وانها نفسها تشوفه، وبتطلب منه انها تقعد جنبه شويه، فبيوافق وبيطلب منها انها تحضنه، وهي طبعا ما بتصدق وبتحضنه. بعدها بتمشي وبتروح تقابل شين وبتاخدها عند فوزية وبتقول لها انها صاحبة لولي، لكن فوزية بتقول لها انها عارفة الحقيقة وبتقول لها انها المفروض اختها، وبتعرفها كمان ان لولي المفروض كانت عمها في حياة من حيواتها السابقة. بيفضلوا يضحكوا هما الاتنين مع بعض كده وهما بيتذكروا لولي. في نفس الوقت الشاب اللي شغال عند فوزية بيسمع كلامهم وبيمشي، بيقعدوا ياكلوا كلهم كده وبيهزروا وبيقضوا يوم جميل سوا وبيتصور صورة للذكرى. من جهة تانية بيكون سون قاعد بياكل كده مع عيلته، ولما الوضع مش بيعجبه بيسيبهم وبيروح يتمشى قدام البيت، وبتجيله مكالمة من شخص مجهول وبيقوله لو بعتلي الفلوس اللي قلتلك عليها هقولك مين الشخص اللي كان مخطط لموتك، والشخص ده قريب منك جدا. وبعد كده بيقفل في وشه، فسون بيتضايق جدا وبيرمي نفسه في البسين وبيفضل يفتكر وقت الحادثة وحبيبته اللي ماتت زمان وان هو السبب. في نفس الوقت بيكون السكرتير راح لبيت لولي علشان ياخد شين يوصلها البيت علشان متقلة في عصير الليمون خالص، فسون بيرن عليه وبيقول ان هو يروح له علشان يروحوا بيته. واول لما لولي بتعرف ان حالته مش كويسة بتقرر تروح معاه هي كمان بعربيتها، واول لما بيشوفها بيستغرب، بتقول له انها جنبه في كل اوقاته وانها مش هتسيبه وبتحضنه وبتاخده كده وبتركبه العربية وبتفضل تهتم بيه. بتروحوا لبيته وبتقول ان هو يطلع يغير هدومه، وهي بتروح تجهز له اكل بايديها كده، ولما بياكل الاكل بيعجبه جدا وبيقول ان هو حاسس ان الاكل ده كله كان واكله قبل كده، فبتقول له اكيد علشان انا اللي كنت عاملاه، فبيقرر ان هو يقوم يعمل لها اكل من ايده هو كمان. بتفرح صاحبتنا قوي، واول لما بيجيب لها الاكل بتقوم حضناه وبتطلب منه ان هم يرتبطوا، وبيقوم حاطط ايده كده عند بقها علشان تسكت، فبتقوم بايسه ايده وبيعترف لها ان هو معجب بيها، بس بيطلب منها انها تديله شويه وقت، وبيقوم حاضنها كده وبتقول له انها بتحبه جدا، ولمجرد ان هو بينطق اسمها قلبها بيدق بسرعه وبتكون مبسوطه. ولسه بيكون رايح يدوقها الزبيب فبيجيله مكالمه بيقول ده وقته يعني ايه شغل الفصلان ده، فبتمسك لولي التليفون وبتتصدم لما بتلاقي ان اخوها اللي بيرن. بتساله هو بيرن عليها ليه، ما بيكونش عارف يقول لها ايه، وبتاخد هي عربيتها وبتروح له البيت. اول لما بيشوفها بتقوم مدياله علقه انما ايه معتبره، وبتقول له انا مش قلت لك ابعد عني وعن حياتي، فبيقول لها انا كنت عايزه بس علشان اعرفه ان الحادثه اللي عملها زمان كان في شخص قريب منه هو السبب، وان هو كان رايح للعصابه بالصدفه وسمع الكلام ده. فهي بتتصدم كده وبتقول ان هو يبعد عن الموضوع ده وهي هتتصرف، وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم سون بيقابل السكرتير وبيعرفوا ان الشخص اللي مخطط لقتله شغال معاه في الشركه وعارف عنه كل حاجه، فالسكرتير بيقوله ما تقلقش هراقب لك الدنيا، وبيسيبه وبيمشي. من جهه تانية بتكون لولي في بيتها كده، فبتقابل الشاب اللي شغال عند فوزيه وبتلاقي تصرفاته غريبه، فبتساله انت مين، فبيعرف ان هو شخص من حياتها اللي قبل كده وان هو قدر يعيش 23 حياه. بتتصدم من اللي بتسمعه، بتقول له يعني انا مش لوحدي وان في ناس زي كتير، وبتفرح وبتقول له انت كنت فين من زمان، بقالي كتير بدور على حد زيي. فبياخدها وبيديلها الجرس بتاعه وبيقول لها اول لما هتمسكيها تفتكري اي حاجه حصلت معاكي زمان. وفعلا اول لما بتمسكه بتتذكر حاجات غريبه من ايام العصور القديمه، زي انها كانت ماسكه سيف وعليه دم وحاجات بتبدا تخوفها. فبتديله الجرس وبتقول له مش عايزه افتكر اكتر من كده. نروح بينا لسون واللي بيكون في بيته وعمه جايله، بيقعد معاه شويه كده وبيطلب من سون ان هو يطلع الاوضه بتاعته يجيب له حاجه، وبيقوم ماسك فون سون كده وبيلاقي اخر مكالمه من العصابه وبيتصدم. فسون بيقعد معاه شويه وبيروح الشركه، واول لما بيوصل بيلاقي لولي وشين والسكرتير، وشين كانت بتطلب من السكرتير ان هم يتكلموا شويه وهو بيتحرج ان هو يكلمها قدامهم. فلولي بتقوم واخده سون كده وداخلين الشركه، فشين بتقول للسكرتير انها معجبه بيه وبتساله اذا كان هو كمان معجب بيها، فبيعترف لها وبيقول ان هو معجب بيها فعلا بس مش هينفع يرتبطوا دلوقتي علشان عنده اسبابه، وبيروح سايبها وماشي. وهي بتكون مبسوطه وزعلانه في نفس الوقت علشان هو معجب بيها بس مش هيرتبط بيها. من جهه تانية بتكون لولي بتتمشى في الشركه، فبتلاقي واحده بتراقبها كده من بعيد، فبتروح وبتتكلم معاها بتقولها انها تعرفها من حياتها السابقه. فلولي بتفضل تتذكر لحد لما بتعرف انها ام سون بس شكلها اتغير ورجعت اصغر من زمان، فبتفرح جدا وبتقولها كويس ان انت كمان رجعتي، وبتحضنها كده. وبعد ما بيخلصوا كلام بتروح لولي وبتكمل شغل، فبتلاقي سون طالع يجري كده وهو متعصب، فبتروح وراه لحد لما بتلاقي وصل كده لمكان العصابه، وبيكون العصابه غيروا مكانهم وسابوا بالصدفه يعني شويه ورق وتسجيلات، وبيلاقي في الوقت ده شخص بيراقبه فبيجري يدور عليه، فبيخبط في لولي وبتعرفوا ان هي اللي مراقباه علشان خايفه عليه، فبيزعلها وبيقولها ما ينفعش انها تخاطر بحياتها علشان هي لو جرالها حاجه ممكن يموت فيها. وكلام حلو كتير كده من اللي قلبك يحبه. بيمسك ايديها وطبعا بتفرح جدا
جدا بتقول له يا ذكري. فصاحبنا بيتكسف وبيتوتر جدا وبيسيبها وبتروح هي وراه، وبيجيله مكالمه من رئيس العصابه وبيقول له ان هم هيعقدوا صفقه كده وان هو يجيب الفلوس ويروحوا لهم في العنوان اللي هيديهوله وهيقول لهم مين الشخص ده، بس بشرط ان هو يروح لوحده. واحنا طبعا عارفين لولي مش بتسكت ولا بتتكلم وبترضى باللي يقوله لها البطل. بتفضل تتحايل عليه انها تكون معاه بس من بعيد لبعيد كده، فبيوافق وبياخدها معاه. واول لما بيوصلوا بيقول لها خلي بالك على نفسك وده لحد لما ارجع وخليكي هنا بعيد كده. فبتوافق وبيسيبها وبيمشي، وهي بتفضل تبص عليه وبتتذكر في حياتها الاولى شخص شبه سون، فبتفضل تجري وراه. في نفس الوقت بيكون سون رايح على المبنى اللي كان في العنوان، واول لما بيدخل بيلاقي حاجه بتقع كده من فوق المبنى، وللاسف الراجل ده بيموت قصاد عينه. فبيتصدم وبيروح يدور على العصابه، واول لما بيشوفوه بيكونوا رايحين يضربوه هو كمان. بس صاحبنا تنين بيفضل يضرب في العصابه لحد لما بيوقعوه على الارض وبيقرروا يسيبوه ويجروا. ونروح بينا لولي، واول لما بتوصل على المكان بتلاقي جثه مرميه على الارض، وسون بيروح لها وبيغمض عينيه علشان ما تشوفش حاجه تخوفها وبيقوم حاضنها. وبعد شويه بيكلم الاسعاف وبتيجي تاخد الجثه، وبيكون في اشخاص بيراقبوا الموضوع ده بس من بعيد. وتاني يوم ابو سون بيكلم لولي وبيطلب منها انها تروح له البيت، واول لما بتروح له بيديلها فلوس علشان تداري الحادثه اللي حصلت، لكن هي بترفض وبتقول له غريبه يعني المفروض يكون ليك موقف عن اللي حصل ده، زمان ابنك كان هيروح فيها ويموت ودلوقتي مش باين عليك ان هو المفروض كان هيموت برضه ولا ان انت متوتر ولا اي حاجه. وبتسيبه وبتمشي. من جهه تانيه بيكون سون في بيته كده وفي شخص بيرن الجرس عليه، بيسيب له ورق مكتوب فيه ان رئيس العصابه ما انتحرش وحد قتله والدليل في الشنطه اللي قدامك. فسون بياخد الشنطه وبيدخلها، وبيكون اخو لولي كده بيراقبه من بعيد. فسون بيفتح الشنطه وبيلاقي جواها ورق ومكتوب فيه عقد وان الاسم اللي مكتوب فيه اسم ابو لولي. فبيتصدم وبيروح يتاكد من السي في بتاع لولي وبيعرف انها فعلا اسم ابوها. فبيتصدم وبيخرج قدام بيته كده يتمشى وبيفضل يفكر في اللي شافه وبيستغرب اذا كان لولي وراها حاجه ولا لا. وتاني يوم بيروح الشركه ولولي بتروح تتكلم معاه، فبيكلمها بقرف والرد على قد السؤال. بتستغرب هو بيعمل كده ليه. وفي اللحظه ديت بيجي لها مكالمه وبيكون ابوها، فما بتردش عليه. بيرن عليها من رقم الشركه وبيعرفها ان هو تحت قاعد مستنيها. فبتتصدم وبتتضايق وبتروح له وبتفضل تزعق معاه. بتقول له جيت هنا ليه؟ بيقول لها ما تيجي تنضف لنا البيت وتطبخ لنا اكله حلوه بدل ما انت شغاله عند الناس كده. بتتضايق من كلامه وبتتعصب عليه في نص الشركه وبتقوم مدياله علقه معتبره وبتطرده بره. من جهه تانيه بيكون سون واقف وبيتفرج، واول لما بيركب والدها التاكسي كده بيروح لها وبيطلب منها ان هم يروحوا سوا على بيته ويتعشوا هناك. فهي بتوافق وطبعا بتفرح. واول لما بيوصلوا سون بيجهز لها الاكل وهي بتكون مبسوطه جدا. فجاه بتفتكر كل ذكرياتها السيئه اللي عاشتها في حياتها ديت، وبتحكي لسون وبتقول له ان ابوها استغل موهبتها واخد منها كل فلوسها، كان بيضربها وبيضرب امها. وبتحكي له انها عاشت اسوأ عيشه في كل حيواتها، بس رغم كل ده هي استحملت وهربت. فسون بيقول لها الحال من بعضه، انا عندي اب اناني ولسه هيكمل. فبيقول لها فكك ما تيجي نفرفش شويه. وبيقدم لها الاكل وبياكلوا، بيفضلوا يهزروا وبيكونوا مبسوطين جدا. بيطلب منها انها تطلع اوضته كده لحد لما يجيب لها العصير. واول لما بتطلع بتشوف الورق وبالصدفه اللي مكتوب فيها اسم باباها، وبتتصدم جدا وبتعرف ان هو كان بيكلمها وحش ليه. بتنزله تاني المطبخ وبتقوم حضناه وبتكون متضايقه جدا وبتقوله انها تخرج شويه وهترجع. وبتروح عند بيت باباها وبتكون متعصبه، بتساله اذا كان هو السبب في الحادثه بتاعت زمان ولا لا. بتفضل تزعق معاه لحد لما بيقولها ان في حد قريب جدا من سون مديله فلوس يعمل كده، وكمان شغال في نفس الشركه وبيعرف ان هو عمل كل ده علشان الفلوس مش اكتر. فبتقوله انها هتوري له ايام سودا وبتسيبه وبتمشي. من جهه تانيه سون بياخد كل الورق اللي يثبت ان ابو لولي هو اللي السبب في الحادثه زمان وبيحرقه وبيكون متضايق. وبيلاقي في الشنطه مسجل صوت فيه اعتراف من عمه ان هو اللي دفع فلوس علشان عايز يقتله ويتخلص منه. وهنا بتكون الصدمه الكبيره لان عم سون بيكون اكتر حد بيهتم بيه، وسون بيحبه جدا ومعتبره هو والده. فبيتصدم من اقرب ناس ليه وبيشغل اغنيه ما بقاش عندي ثقه في حد من اللي انا شفته في حياتي، اخدت الضربه بجد من اقرب ناس في حياتي، مش اهلي دول لا دول وحوش. وبيفضل يعيط وبيكسر في كل البيت. في اللحظه ديت بتروح لولي البيت وبتلاقيه حرق كل الورق والبيت كله متكسر وهو قاعد لوحده بيعيط. بيقول لها وقت الحادثه كان المفروض انا اللي اموت مش هي ملهاش ذنب في حاجه. وبيكون ضميره مأنبه جدا ومنهار. فبتقرر انها تحكي له الحقيقه. فبتقوم تعزف على البيانو نفس المقطوعه بتاعت حبيبه سون زمان. فبتذكرها وبيقول لها انت اتعلمت المقطوعه ديت فين؟ دي كانت المفضله بتاعت حبيبتي ايام زمان. وبيكون مصدوم كده. فبتقول له ان اللي الف المقطوعه ديت هي انا، وان انا حبيبتك بتاعت زمان، انا اللي مت بس اتجسدت في حياتي القديمه. وبيتصدم هنا طبعا. بتفضل تحكي له عن كل ذكرياتهم سوا وهم صغيرين وكل اسرارهم وكل الكتب اللي كانوا بيقروها زمان. وبتقول له ان علاقتهم معجزه وانها علاقه قويه جدا. فهو ما بيكونش مصدق طبعا. فبتديله ورقه وبتقول له اوعى تقراها لحد لما تلاقي الصندوق اللي انا اديتهولك هديه زمان وتفتحه، بعد كده اقرا اللي مكتوب. وبتسيبه وبتمشي. وبيكون هو في حاله ذهول من اللي شافه. بيجيب الصندوق اللي حبيبته كانت جايبه له بس بيكون المفتاح في البيت عند باباه. بيضطر ان هو يروح طبعا. وسون كالعاده
فبينزل في البسين وبيفضل يفكر في لولي وفي كل حاجه بتعملها له من وقت ما قابلته، وبيكتشف فعلا ان هي حبيبته، وان هو اصلا بقى كان متهيأله ان دي بنت تانية كان معجب بيها. وبيروح تاني يوم اول لما بيصحى عند بيت باباه علشان يجيب المفتاح، وبيفضل يفتكر هو حاطه فين لحد لما بيلاقيه في كتاب كان حاطه فيه زمان. في اللحظه ديت باباه بيروح له فبيخبي الصندوق بسرعه قبل ما يفتحه، وبيشوف بالصدفه عمه وبيفضل يكلمه، لكن سون بيكلمه بقرف وبيقول ان هو مش فاضي وبيسيبه وبيمشي. من جهه تانية بتكون شين بتقابل السكرتير وبتعترف له للمره المليون بحبها، لكن هو بيعتذر منها وبيقول لها ان هو مش هيقدر يعمل كده بسبب انها غنيه جدا وهو على الله، وان هم صراحه مش لايقين على بعض خالص وخايف يظلمها، فبتعيط وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم سون بيروح لبيت باباه وبياخد المفتاح وبيقعد يفتح الصندوق، بيلاقي فيها مذكرات بتاعت حبيبته ومكتوب فيها كل حاجه هي عاشتها قبل كده، ومكتوبه كمان بالتفصيل، ومكتوب فيها انها لو ماتت بتقدر ترجع تاني، وبيفتكر وقت الحادثه وهي بتقوله انها هترجع له تاني وبتوعده بكده، وهو وقتها ما كانش فاهم حاجه. فبيقرا الورقه اللي لولي اديتها له فبيلاقي نفس الكلام اللي حبيبته كانت كاتباه زمان، وبتقوله لو صدقت ان انا حبيبتك بتاعت زمان تعالى بقى في المكان اللي ما قدرناش نروحه، وده وقت ما اديتك الصندوق وهكون مستنياك هناك. وطبعا هو بياخد الورقه وبيروح لها جري، واول لما بيشوفها قدام عينه بيفتكر كل ذكرياتهم سوا وقد ايه هو كان مبسوط وهي معاه، فبيقرب منها وبيكون زعلان قوي وبيسالها انت ليه سايباني على عمايا كل الفتره ديت وما عرفتنيش الحقيقه، سبتني اعيش مع الذكريات طول الوقت ده ليه؟ بتقوله انها دايما كانت جنبه مراقباه من بعيد ومخليه باله منها، فبيقوم حاضنها كده وبيعتذر لها علشان كل اللي حصل كان بسببه، وبيفضل يعيط. فبتقوله ما فيش عياط من النهارده خلاص احنا بقينا مع بعض. وتاني يوم لولي بتقابل ام سون، فام سون بتقول لها احنا ناس محظوظه جدا اننا بنقدر نعيش حيوات كتير، بس لازم نحافظ على نفسنا لان الشرط الوحيد لكده اننا نعمل علاقات جديده غير اللي كنا فيها، فكري كويس في الموضوع. في نفس الوقت بيكون سون برضه راح لبيت باباه فبيقابل عمه هناك، واول لما بيشوفه بيكون متضايق جدا، بيقول له الحقيقه وبيساله ليه هو قرر ان هو يقتله زمان، بيقول له غلطه ومش هتتكرر تاني، بيعتذر له بيقول له اسف، وبيعرف ان هو كان عايز يقتل والده علشان كان بيحاول يقرب من مراته كتير، فهو اتضايق وكان عايز يتخلص منه، بس انا قررت اذيك انت. فسون بيقول له لو ما اعترفتش بالحقيقه ودخلت السجن انا هعمل كده، وبيسيبه وبيمشي. وتاني يوم بيروح عم سون وبيسلم نفسه للشرطه، والخبر بينتشر في كل مكان في كوريا، واي حد مظلوم بيفرح واخيرا حقه رجع له. من جهه تانية لولي بتنبسط بالخبر وبتطلب من سون ان هم يخرجوا سوا، بتوديه مكان كانت فيه من 1000 سنه، وبيفضل يقول لها كلام حلو كتير وان هو بيحبها، بيطلب هو بقى منها ان هم يرتبطوا، وطبعا هي بتوافق. ده مستنيه اللحظه دي من اول المسلسل وكلنا مستنيين، وباننا مستنيين ما تنساش اللايك والاشتراك. فبيقوم بايس ايديها كده وبتاخده وبيفضلوا يتمشوا سوا، وبيروح سون وبيصور المكان في اللحظه ديت، ولولي بتفتكر حاجات حصلت معاها في حياتها الاولى، ولما بتشوف سون بتلاقي كان موجود في حياتها وان هو كان معاها زمان، بتفضل تكح وبتكون تعبانه جدا. فسون بيقلق عليها وبيكون عايز يوديها للدكتور، لكن هي بتطمنه وبتقوله انها كويسه. وهم راجعين بالعربيه لولي بتجيلها مكالمه من الشاب اللي شغال مع فوزيه في المطعم، بيقول لها انها تعبانه جدا وفي المستشفى، فبتقلق على فوزيه وبتتخض عليها، بتروح لها هناك وبتفضل جنبها وبتهتم بيها، وبيشوفها سون وبيكون متضايق علشان لولي متضايقه على فوزيه وزعلان على زعلها. فبيروح البيت واول لما بيوصل بيلاقي صندوق حد سايبهوله، فلولي بترن تطمن عليه في الوقت ده، وبيقول لها ان هو كويس ولو احتاجت اي حاجه ترن عليه. وبعدها بقى بيفضل الصندوق وبيفتحه كده وبيلاقي فيه ورق ودليل على ان مرات عمه استغلت الشركه والفندق بتاع مامته وانها سبب في خساره كبيره. فتاني يوم بيروح لها وبيوري لها الدليل، وبيقول لها انها لو ما تنزلتش عن الفندق وجزءها من الشركه هيبلغ الشرطه عليها، وبيهددها وبيسيبها وبيمشي. بيروح بقى للسكرتير بتاعه بيعرفوا ان هو جاله صندوق وكان يفتكروا منه، بس هما الاتنين بيكونوا محتارين مين اللي عمل كده. وبعد شويه سون بيطلب الشرطه علشان يقبضوا على الخنزيره، وفعلا بيروحوا وبيمسكوها. من جهه تانية بتكون ام سون واقفه كده تتفرج ومبسوطه باللي بيحصل علشان هي خدعتهم كلهم. وبعد ما سون بيخرج من الشركه ام بتفضل تراقبه من بعيد، ولما بتشوفه لوحده كده مش بتقدر تمسك نفسها وبتقوم حضناه. استغرب سون منها وبيقولها انت مين، فبتديله سلحفاه هديه وبتسيبه وبتمشي. وهو اول لما بياخدها بيفضل يتذكر ايام طفولته مع والدته وبيكون مستغرب جدا. ومن جهه تانية بتروح لولي البيت فوزيه، وده علشان تقول للشاب ان هو يروح يسكن في مكان تاني لانهم هيقفلوا المطعم، فبيقولها ان هو يعمل كده من غير ما تقول، وبيعرفها ان فوزيه ممكن تموت للاسف بسببها بسبب اللي هي بتعمله، وعرفتها حقيقتها وعرفتها حيواتها اللي قبل كده، وممكن سون كمان يتأذى بسببها لان المفروض لما رجعت تاني للحياه ما تحاولش انها تتواصل مع حد كان لها علاقه قبل كده بيه. وبيعرفها ان قدامها فرصه علشان تفضل مع اللي بتحبهم وتفتكر كل حياتهم اللي قبل كده وتنقذ فوزيه. بيديلها الجرس وبيسيبها وبيمشي، فبتمسك هي الجرس وبتتذكر حياتها الاولى. بتشوف شين انها كانت معاها وانها في وقتها كانت اختها برضه، بيكونوا هما الاتنين شغالين خدامين عند الشاب اللي شغال عند فوزيه. وبنشوف ان سون كان الحارس بتاعه. وفي يوم كانت شين تعبانه جدا فبتقابل شيخ كبير كده في السن، وبيعرفها ان الجرس اللي عند الشخص اللي شغالين عنده هو اللي هيشفيها، بس بشرط انها تاخده هي واختها ويهربوا. فلولي مش بتفكر
وبتروح بالليل لبيت الحاكم وبتسرق الجرس وبتاخد اختها وبيهربوا. بيبدا يجري وراهم الحاكم وسون برضه، فلولي بتفضل تعتذر لهم وانها عملت كده علشان تنقذ اختها. فالحاكم بيطلب من سون ان هو ياخد الجرس ويقتلهم، وفعلا بياخد الجرس وبيروح يقتل شين. لولي بتحاول انها تمنعه لكن ما بتعرفش للاسف، وبتموت اختها قصاد عينيها. ولولي في الوقت ده بتفضل تصوت جامد وبتقول له هقتلك ومش هسيبك. بالصدفه سون بيروح للولي البيت وبيلاقيها ماسكه الجرس، واول لما بتشوفه بتفضل تصوت وبتقول له هقتلك، وبتبص لي كده بصات غريبه وبتقرب منه وبتحط ايده عند رقبته كده علشان تقتله. بيفضل يقول لها نسون مالك فيكي ايه اللي وصلك للحاله ديت، انا عملت ايه؟ فهي بتهدى شويه وبتقول له انها شافته في حياتها الاولى وان اختها ماتت بسببه وان هو اللي قتلها. بتفضل تعيط وبتعتذر له علشان اللي عملته فيه وانها ما كانتش في وعيها. بيحضنها وبيقول لها ان هو جنبها وانها ما تقلقش. بتفضل تتحايل عليه وبتطلب منه ان هو يسيبها لوحدها. بيقول لها لو احتجت حاجه رن عليا، وبيسيبها وبيمشي. واول لما بيخرج بتجيله مكالمه كده من الشاب اللي شغال عند فوزيه وبيطلب منه ان هو يقابله. بيروح له فعلا والشاب بيعرفه اللي لولي بتمر بيه وانها تذكرت حيواتها السابقه ومحدش هيقدر يخرجها من اللي هي فيه غير سون، وهو لازم ينقذها من اللي هي فيه. وبيسيبه وبيمشي. وتاني يوم بتروح لولي وبتقابل شين وبتحضنها وبتقول لها كويس انك بخير. فشين بتستغرب من كلامها وبتلاحظ بطلتنا ان اختها برضه زعلانه. بتسال عن السبب فبتحكي لها عن السكرتير قاله لها، وبتقول لها انها عارفه ان هو بيحبها بس هو خايف يعترف له بحبه. وبتقول لها سيبي لي انا الموضوع ده وانا هتصرف. وبتروح ترن عليه وبيكون هو في الشركه مع سون. وسون اول لما بيعرف ان لولي هي اللي بترن بيقعد جنبه كده علشان يسمع هيقولوا ايه. فلولي بتقول له لو ما اعترفتش لشين بحبك قريب هتختفي من حياتك ومش هتشوف وشها تاني، اديني حذرتك. وبالنسبه لسون اهتم بيه الفتره ديت علشان انا خايفه عليه. وطبعا صاحبنا بيسمع الكلام وهو فرحان خالص ورايق. وبعد شويه بتروح الشركه وبتحاول تبعد عن سون، لكن هو اول لما بيشوفها بيروح يحضنها. بيقول لها انها وحشته. بيعتذر لها عن اي حاجه وحشه هو عملها لها قبل كده سواء في حياته ديت او في حياته اللي قبل كده. وبيقول لها ان هو بيحبها جدا ومش هيقدر يبعد عنها، وبيوعدها ان هو هيفضل على طول جنبها. وبياخدها وبيجيب لها الجرس كده وبيطلب منها انها تسترجع ذكرياتها علشان ينقذها وهو بالمره تقدر تتخلص منها للابد. وفي الاول بترفض وبتقول له انها ممكن تاذيه وما تعرفوش، لكن هو بيقول لها هيستحمل اي حاجه انت هتعمليها. وبتوافق وبتمسك الجرس وبتغمض عينيها. بتفتكر كمان اللي قتل اختها زمان كان الحاكم ما كانش سون، وانها كانت مفكره العكس. فبتروح علشان تقتل الحاكم تاني، فبيقوم طعنها بالسيف في ظهرها وهي بتموت. وبتفضل تزعق للحاكم وبتقول له عمري ما هنسى اليوم ده ابدا، ظلمتني وظلمت اختي وقتلتنا، وهيجي اليوم وهاخد حقي منك مهما حصل. وبعدها بتموت هي وسون جنب بعض. بعد كده بتفوق وبتعتذر للبطل وبتشكره ان هو استحملها في كل اوقاتها وبتحضنه. من جهه تانيه السكرتير بيروح يقابل شين، بيعتذر لها على كل كلمه قالها ضايقتها، وبيعرفها ان هو بيحبها وان هو محبش غيرها ومستحيل يقدر يتخلى عنها، وان هو خلاص ما بقاش يفرق معاه كلام الناس. بيقوم حاضنها وهي بتكون مبسوطه خالص. نرجع تاني للولي واللي بتكون رايحه تقابل الشاب الشرير، واول لما بتشوفه بتفضل تزعق معاه. فبيقول لها كده انت اتذكرت الماضي وان انا اللي كنت الحاكم في حياتك الاولى وكنت شرير، بس انا في حياتي ديت بقيت شخص كويس ومش مؤذي. فلولي بتسامحه وبتقول له انها عايشه حياتها ديت بس علشان الناس اللي بتحبهم. فبيقول لها بما انها اتذكرت كل حاجه فهي احتمال كبير تنسى كل الناس اللي بتحبهم ويتمحى كل ذكرياتها، بس عندها فرصه انها ما تفكرش تاني نهائي في حيواتها اللي عاشتها قبل كده. وبتكون هي متضايقه. تاني يوم بتروح لولي هي والشله كده عند فوزيه علشان هتعمل عمليه، ولولي بتوعدها انها تكون كويسه وهتخف. بتقعد قدام اوضه العمليات وبتفضل تتذكر كل الحاجات الجميله اللي مرت بيها في حياتها ديت، وبتفضل تعيط لانها لازم تنسى كل ذكرياتها علشان تنقذ فوزيه وتقدر تنقذ كل اللي بتحبهم. وبتروح لسون وبتحكي له، فبيقول لها انسي كل حاجه وان انا اللي هاجي وههتم بيكي، وانا اللي المره دي اللي هلاقيكي وهخليكي تحبيني وهنعمل ذكريات احسن من اللي هتروح كمان، وهفضل جنبك ومش هسيبك. بتفضل تعيط. فبيقوم مطلع خاتم من جيبه كده وبيقول لها ان هو بقاله فتره معاه بس ده الوقت المناسب اللي هلبسهولك. بيلبسه لها وبتكون مبسوطه جدا، وهي كمان بتلبسه الخاتم بتاعه وبيوعدها ان هو هيفضل جنبها. فبتقوم حضناه. وتاني يوم الصبح بتقرر تاخد الجرس وبتروح المكان اللي ماتت فيه اول مره. بتفضل تسترجع كل ذكرياتها وبتودع كل الناس اللي حبتهم وبتمحي كل ذكرياتها. بترجع بقى لحياتها الطبيعيه بس ناسيه كل الناس القريبين منها وكلهم بيخططوا وبيقربوا منها بكل الطرق وهي بتحبهم جدا. وسون بيفضل يقابلها قال يعني بالصدفه وبيعمل كل حاجه بتحبها لحد لما بتقع في حبه. وبيجي اليوم اللي بيتاكد انها خلاص وقعت في حبه، وبيروح بيعترف لها ان هو بيحبها وعايز يتجوزها، وهي طبعا بتوافق وبيعيشوا حياه سعيده للابد بذكريات جديده. وبكده بينتهي المسلسل بتاعنا الجديد، واتمنى ان هو يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك، واقدر اقول لكم احلى مسا عليكم احلى متابعين في الدنيا والسلسله.